مش عايزه تخض بنتها. في المستشفى شفت منظر ولادها لما وصلوا، شابين طول بعرض وبنت زي الفل. لما عرفوا ما كانش حد فيهم مستوعب، كانوا بيعيطوا زي الاطفال. كل اللي كان خاضدهم ان القصه خلصت فجاه كده. ابنها كان عنده هلع، دي كانت لسه بتعمل لنا الاكل وبتحضر لنا حاجاتنا لحد امبارح. في الواقع هي كانت لاخر لحظه بتشتري لهم الاكل، وخايفه عليهم يتخضوا ويقلقوا او حتى يتضايقوا. لحد دلوقتي بحاول استوعب ان الست كانت تعبانه تعب موت فعليا، خايفه على مشاعر ولادها لاخر ثانيه، خايفه تاخد معاها حد في المستشفى علشان ما تقلقش نومه، خايفه تقول لحد انها تعبانه علشان ما يتخضوش. ده المنشور اللي الاستاذه رحاب كتبته. بس القصه لسه ما انتهتش. امي هي الدنيا، وامي لما ماتت انا خدوا دنيتي مني. امي فعلا ما كانتش بتحب تتعب حد ولا بتحب تشيل حد همها، وكنت لما بتحايل عليها واقول لها اوديكي للدكتور كانت ترفض بشده جدا، وكانت تفاجئنا انها راحت للدكتور الصبح وتيجي تقول لي بعد لما تيجي علشان بس مش عايزه تقلقنا. لدرجه ان امي عمرها ما قالت قدامنا بس انا بحمد ربنا ان امي ماتت وهي الحمد لله يا رب مش ناقصها اي حاجه. امي ماتت الحمد لله وهي كل اللي نفسها فيه عملته، وربنا قدرنا انا واخواتي ان احنا نعمل لها كل شيء جميل. امي كانت عارفه ان انا واخويا بننام بالنهار ونصحى بالليل عشان نعرف نشتغل نسجل ونمنتج، وكانت عارفه في الايام دي احنا بنحضر حاجه رمضان الشغل بتاعنا، وكانت عارفه ان انا سبتها وراح اشتغل وهنام متاخر جدا، عشان كده ما كانتش عايزه تقلقني. مع ان اخويا كان في الشارع ساعتها وكان معدي من الحته اللي هي وقعت فيها، بس ما كانش يعرف ان هي اصلا نزلت. امي جنه، امي هي الحياه. امي راحت واخر حاجه سمعتها من بقها انها بتدعي لي انا واخواتي. امي راحت بعد ما قالت لنا انا واخويا ان انتوا اجمل حاجه في حياتي، والحمد لله ان انا خلفت عيال زيكم. امي راحت ومش راجعه تاني. شكرا يا استاذ رحاب، شكرا من كل قلبي على اللي انت عملتيه مع امي، وجميلك ده هيفضل في رقبتي لحد يوم الدين يا بنت الاصول يا متربيه. امي كانت دايما بتحب تمشي في الشوارع، امي كانت دايما بتحب تروح تشتري حاجاتها بنفسها. امي قبلها بكام يوم كنا متفقين نروح نشتري حاجات رمضان ونزلت برضه واشتريتها لوحدها. امي ماتت وهي فرحانه وسعيده وبتعمل اللي هي نفسها فيه، وكانت دايما دعوتها يا رب اموت وانا واقفه على رجلي. ادعوا لها بالرحمه وادعوا لنا ربنا يصبر قلبنا ان الحياه من بعدها مش حياه. وبرجو من اي حد بيحب ايمن الجوهري او سمع منه حاجه فرحته في يوم من الايام او حب له حاجه بيعملها في يوم من الايام، ادعي لها من كل قلب.